بسوي معاكم شيء لذيذ وسريع جدا، هو توستر. شوفوا ترى بالمكونات اللي عندي في اشياء وايد ناقصة، بس انا بحط شيء على شيء وراح يطلع. حطيت كريمة حامضة اللي هي هذه، اوكي. والحين راح يعني اذوبها بشوية كريمة حمراء، ابيها سائلة معي. طبعا انا قاعدة اشتغل وخواتي الثنتين، شو اسمكم حصة فطوم؟ اسمهم هذا فهيمة ونعيمة قاعدين يجابليني ترى. شوفوا حطيت شوية كريمة، ابي اذوب عدل الكريمة الحامضة. راح احط جبن، راح احط هني عندي توابل. شوفوا شلون صار شكلها كذي. عندي شوية ثقيل. الحين راح احط عندي الجبن جلاس، عندي كرافت صغير، وراح احط بعد مراعي ابي زيادة. حطيت قشة كاملة من جبن كرافت صغيرونو، وحطيت قشتين كبار من جبن مراعي الازرق. هسه اسوي لي شيء بحياتك وحطي لي التوابل هني. ادلوقه. ايه احب اللغة المضبوطة. يلا علمي متابعين الكلام الصحيح. يلا حصة قولي شنو حطينا؟ فلفل اسود وملح، قولي لي ثوم بودر وبابريكا. وبابريكا. يلا قولي مرة ثانية بلغتك. لون بودر وبابريكا. ايوه. الحين نحط البطاط اللي احنا نحبه، اللي هو هذا نايس مال اللي بالفلفل الاسود، عرفتوا لذيذ. انا راح اسوي وايد، يعني جايبه تقريبا 20 كيس بطاط. طبعا البطاط مو نفس اول، كان راهي من داخل صار خام. اي فتشه كلهم. ايدك لا تبطل. غمسيها مني. يلا اعطيني تست. خلصي. أيوة. الحين لما حطينا كذي البطاط، راح احط عندي هني جبن موزاريلا كذي، راح ادخله الميكروويف شوي. هذا الجبن يتداخل كذي مع البطاط، راح ادخله الميكروويف ب30 ثانية. صح كل نزل عندي الجبن تحت، ارد احط له جبن من فوق كذي وادخلها الميكروويف. شوفوا هني 30 ثانية وما ذاب عندي، لأن كمية وايد كبيرة راح ازيده بعد، يعني تقريبا انتو خلوها دقيقة. شوفوا شلون الجبن كذي ذاب عندي، يعني خلاص راح اطلع. احس تبين نقطة. ليش تذوقين؟ الحين راح احط الطماط كذي مفروم ناعم، كل شي على حسب الكمية، انتو ايش كثر مسوين تحطون. الطماط راح يكسر لك شوي من الملوحة اللي بالجبن واللي بالصلصة، يعطيك طعم ألذ. راح احط بعد هني عندي بصل ابيض، لا تقولون ما نبي، ترى هو اللي يعطي طعم لذيذ، وقاعدين تقعدون بالمطاعم وتاكلونه وعاجبكم يعيز لكم. الحين راح نحط بعد عندنا كزبرة فريش، ترى عذاب الموضوع وبسيط. الحين راح اصب الصوص كذي اللي سويته معاكم، وهلا بالعذاب. عقب ما حطينا الصلصة، حصة معلمتني اوكي، حصة معلمتني اياها. عقب ما حطينا الصلصة شوفوا كذي، وراح احط بعد شوية بصل، شوية كزبرة، عليكم بالعافية.